سوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اخواتي الاهلاويه الكرام، جمهور النادي الاهلي الكبير اللي لا يحصى ولا يعد، جمهور النادي الاهلي اللي بيخاف على فريقه، جمهور النادي الاهلي اللي ما بيرضاش ان فرقته تبقى بمستوى متدني، ما يرضاش ان فرقته تبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا الفيديو اللي انا عامله عشان خاطر جايز انا يمكن واحد من ضمن ملايين بتعمل فيديوهات على السوشيال ميديا، بس الفيديو ده ممكن يبقى جزء صغير من بحر كبير يوصل لمجلس الاداره، يوصل للجمعيه العموميه، يوصل لاي حد. المهم ان احنا في الاخر فرقتنا تقوم، لان المنظر بصراحه ما عادش يعجب حد. اللعيبه المحليه شطبت، زهقت، ما عادش عندهم ده اخرهم. قول زي ما انت عايز تقول، قول اللعيبه المحترفين يا كابتن خطيب. النادي الاهلي يا كابتن خطيب اللي كان لازم يبقى عنده لعيبه محترفين سوبر، 5 محترفين على الاقل، يبقى منهم 3 سوبر. بنقعد كل فتره صفقات نقول ده احنا هنجيب بغداد بنجاح، ده احنا هنجيب سالتش، ده احنا هنجيب مش عارف مين. خلينا نتفهم الموضوع ونقول ان انت بتبص لمصلحتك وبتبص لاوفر سعر في سوق الانتقالات. اللي انت طبعا فتره يناير من الصعب ان انت تلاقي لاعب سوبر النادي بتاعه يسيبه في نص الموسم. اذا ان انت لقيت لاعب والنادي بتاعه بيتفاوض معاك، دي فرصه. يطلب زي ما يطلب ادفع. هتقول لي لا ده انا بجيب اللاعب اللي هو الارخص سعرا. هتقول لي مثلا انا بوفر $100,000، مليون، نص مليون، بتوفر زي ما توفر، ده حقك. بس اللي مش من حقك ان انت تجيب واحد زي موديست وتديله $1,700,000 ويجي ويمشي ولا عمل اي حاجه. موديست اللي لا كان بيستلم كوره ولا كان بيباصي كوره ولا كان بيجيب اهداف. النهارده احنا داخلين على ماتش مهم جدا 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 في افريقيا. الماتش ده اتعادلنا خسرنا هنتحط في موقف لا نحسد عليه. لاول مره تقريبا في تاريخ النادي الاهلي ان احنا نخش ماتش مهم زي ماتش اسك ابيجان اللي هو يوم السبت ان شاء الله، ماتش حاسم في افريقيا، والخمسه المحترفين خارج نطاق الخدمه. يحيى عطيه الله اتصاب ومش عارفين يرجع امتى. اشرف داري زعل ان يحيى عطيه الله اتصاب، بعدها على طول ب5 دقايق قام متصاب وطالع وراه. الدم بيحن برضه، ما الاثنين مغارب. شفتوا الهم اللي احنا فيه. بيرستاو كالوشا اتكل على الله برضه، الحمد لله انه مشى بعد ما زهقنا وطلع على الشمال القطري. يصلح حاله ربنا بعيد عننا. علي معلول رجع من الاصابه وهو ما حدش عايز يعيده خالص. حتى القندوسي اللي فيه ريحه الامل، اللاعب اللي كسر دينا السيراميكا، لا اتكلم كلمتين مسكنا فيهم وقلنا ده غلط. اللاعب غلط، اللاعب عمل جريمه، اللاعب خرج من مبادئ وقيم النادي الاهلي. طب احنا جبنا امام عاشور ماسكين في رمضان صبحي ونقول ده غلط وراح مضى البيراميدز وسابنا في وقت صعب واستحاله يرجع النادي الاهلي. تريزيجيه اللي باعنا وراح احترف، ولما خلص احتراف وجه ما رجعش على النادي الاهلي. لما احتاجناه وطلبناه ما جاش، راح قطر عشان الفلوس. مش عايز يجي ما يجيش. النادي الاهلي ما بيقفش على حد. احنا دي مش مشكلتنا ان انت مش عارف تجيب تريزيجيه او ان انت مش عايز ترجع رمضان او ان انت، مشكلتنا ان انت مش عارف تجيب حد. طب يوسف ايمن ده احنا جبناه ليه وبناء على ايه؟ ومين اللي شافه ومين اللي قيمه ومين اللي اتفاوض معاه ومين اللي اقنع كولر انه يجي؟ معلوماتنا ان كولر ما كانش عايز. طب انت جبته غصب عن كولر اهو. اذا ان انت تقدر تجيب اي حد بناء من غير ما المدرب يوافق. اي نعم المدرب بعد كده هيركنه على الدكه وهيقعد يقول يا كولر لعب يا كولر لعب يا كولر لعب، مش هيلعب. بس انت جبته من غير موافقه كولر. يبقى حجتك ان كولر دلوقتي بتتكلم، دلوقتي بتقول ان كولر هو اللي بيحيرنا. كل ما نرسى على لاعب صفقه ونيجي نتفاوض معاه ونخلص معاه كولر يقول استنوا جايز الاقي احسن. ايه الحجه في كده؟ طب ما انت جبت اهو يوسف ايمن من غير موافقه كولر، جبت القندوسي من غير موافقه كولر، احمد عبد القادر هتقول كولر طفشه. طيب هو كولر اللي طفش محمد عبد المنعم؟ اعتقد لا. كابتن سارع حفيظ يعني بحفظ الارقام مشى ليه؟ كابتن سارع حفيظ اللي كان ممشي اوضه خلع الملابس او زي ما بيقولوا كده في اوضه اللبس زي ما الكتاب بيقول. اللاعب اللي كان بيتنفس ويقول بيم كان بيتغرب. معرفش كان بيعرف ازاي. ايا كان السبب ما كانش ينفع ان كابتن سارع حفيظ يمشي في التوقيت ده. الموضوع بجد يزهق والواحد طفح والفرقه بتضيع. فرجاء يعني احنا مش عايزين كل يوم الاسطوانه المشروخه. النادي الاهلي بيفاوض ايفرتون، النادي الاهلي بيفاوض سالتش، النادي الاهلي بيفاوض مش عارف محمود الزنفولي اللي احنا جبناه. طبعا مش هتكلم برضه يعني الموضوع في لك وفي مشاكل كتير في الاداره وفي مشاكل كتير في الصفقات. احنا ما عندناش مدير قوه يشد اللعيبه ويظبط اوضه اللبس، ما عندناش مدير تعاقدات يجيب صفقات.
ما عندناش مدير فني عنده الشغف. كولر خلاص يعتبر فقد الشغف، فقد كل حاجه، ما عادش عايز يدرب. الراجل اعلن لكل الاقارب اللي حواليه، ودي معلومه مؤكده مليون في الميه، مليار في الميه، ان كولر خلاص هيعتزل بعد كاس العالم ده ان كمل لكاس العالم. وان كنت اشك كولر لو تعثر في ماتش اذربيجان اللي جاي، وطبعا انا يعني لا الوم عليه وربنا يكون في عونه، مفيش فرقه، ما عندوش. الراجل راح يلعب ماتش اذربيجان بباك شمال واحد، باك يمين واحد، قلبين دفاع مالهمش بديل. من تاني وينج ما عندكش غير حسين الشحات، بيرسيتاو مشي، كهربا مشي، طاهر محمد طاهر مصاب، رضا سليم مصاب، كريستو مشيته، احمد عبادي مشيته. مفيش وينجات. وسام ابو علي لوحده بديل. وسام ابو علي لاعب ناشئ اسمه سمير محمد. بص غمض عينك كده، اول ما تلاقي الاهلي متعادل في الدوري بص على الدكه هتلاقي سمير محمد نازل. احنا ما بننزلوش الا لما نكون متعادلين. يعني يا ريتك اصلا بتديله فرصه عشان تستند عليه مثلا على ما نشوف بقى. احنا محتاجين مهاجم، مش صعب ان احنا نجيب مهاجم سوبر. محتاجين 2 وينجات او على الاقل واحد سوبر وواحد مصري. دلوقتي بقينا محتاجين مدافع كمان، ده امر مفيش فيه كلام. عندناش غير رامي ربيعه وياسر ابراهيم اللي لا يعتمد عليهم في كل المباريات. احنا محتاجين مدافع مساك، مهاجم، وينج او وينجين، وينج على الاقل. محتاجين لاعب في نص الملعب. هستنى ايه؟ افاصل في ايه؟ اللاعب هيجيبه النهارده هيتالق معايا في كاس العالم، هيجيب اضعافه. لان لو انا بفكر ان انا هخسر، انما انا اللاعب انا محتاجه عشان النادي الاهلي. هي مشكلتنا صعبه بس بسيطه في نفس الوقت. مشكله صعبه ان مفيش فرقه والفرقه بتنهار، وسهل ان احنا نقدر نشوف في الخزنه ونجيب لعيبه. انت تقدر دلوقتي تجيب هيثم عرابي يبقى مدير تعاقدات. يا سيدي بلاش هيثم عرابي، عارف مش رغم ان احنا مش عارفين ايه المشاكل اللي معاه. حتى امير توفيق رجعه تاني، اديله فلوس وقول له خلص لي ايفرتون، خلص لي بن رمضان، خلص لي الادريسي، خلص لي ايا كان، بس كل لعيبه المدير الفني مقتنع بيها، وانتوا كلجنه تخطيط وكمجلس اداره مقتنعين بيها، والجمهور يكون راضي عنها وتكون هتفيد الفرقه اهم شيء. وخلصوا فيها النهارده بكره بعد بالكتير. على راي كولر في مباراه بعد في المؤتمر الصحفي امبارح لما جه بعد المباراه بتاعت سموحه وقال انا ما اعرفش حاجه عن التعاقدات، بس اللاعب اللي هيجي النهارده مش متوقع ان انا العبه بكره. لا هياخد معايا وقت. معنى كلام كولر ان احنا ننجز. لو انتم متفكرين ان انتم هتجيبوا اللعيبه في اخر الانتقالات في اخر شهر واحد ولسه معانا وقت لكاس العالم، لا احنا محتاجين اللعيبه دلوقتي. الفرقه رايحه تلعب في افريقيا مفيش لها بدله. لو معلش بالكلمه لو كريم الدبيز اتصاب انت ما عندكش باك شمال. لو اكرم توفيق اللي ممكن يلعب نص ملعب، لو خالد عبد الفتاح اللي بيلعب باك يمين اتصاب ما عندكش بديل ليه؟ حسين الشحات الوينج الوحيد لو اتصاب انت ما عندكش وينجات، تلعب بمين؟ هتجيب قفشه تلعبه وينج؟ احنا هنشوف ضحك في الماتش ده. اللي بتمنى ان ربنا يسترها ويكون معانا التوفيق ونعدي بالماتش ده باقل الخسائر. يعني لو مش هنكسب نتعادل. انا مش هطول عليكم، بتمنى ان الفيديو ده ينال اعجابكم. لو عجبكم ادعمونا بلايك وشير، وان شاء الله استنونا في فيديوهات تانية. وبتمنى لكابتن الخطيب لو الفيديو ده يوصل له او يوصل لاي حد من اداره النادي الاهلي او مش هيوصل، اتمنى ان كل الناس تقدر توصل رساله نضغط بيها على الاداره اللي ما كناش نقدر نوصلها من المدرجات اللي بقت شكلها يعر. بنتمنى ان الحال يتصلح والنادي الاهلي يرجع زي ما كان والجمهور الاهلي يرجع زي ما كان والفرقه ترجع قويه تقنعها ببطوله كبيره زي كاس العالم. بنتمنى ان احنا نكون فيها بشكل مناسب. بنتمنى نكمل في افريقيا، نكمل في الدوري. بس هو ده الفيديو، هو ده الكلام. سلام.